عمل لك هذا؟ شوف، كل اشي بيوجعك. يعني انت بدك سيارة وما فيش، فانت عمال تتوجع. صاحبك عنده سيارة وانت ما فيش. صاحبك عنده عروس جميلة وانت فيش، ما فيش، يعني ما عندك، فانت عمال تتوجع. انت بدك شغلة محترمة، صاحبك عمال شغله محترم، انت ما فيش. صاحبك اذا فتح كتاب وقرأ بيطلع فهمان، انت تطلع مش فهمان. تعرف شو بيسوي لك الاستغفار؟ هذا اسمه عذاب. لا، انت بتتعذب. يعني شايف ومش قادر يتصل ولا لشيء، لا قادر يتصل لعريس، يعني زوج، ولا في بيت، ولا في فلوس، ولا في شيء، بس بنطلع على الناس، والناس مكيفة، وشايف الناس مكيفة وانت لا. طيب كيف بدي اكيف انا؟ مش بس بالمظهر، مش بس بالمظهر، من الداخل ومن الخارج. يعني انا عن جد معي فلوس، وانا عن جد انا بالداخل راضي وحاسس اني انا راضي. طلع هاي مسبحة. بدك تستغفر ليل نهار. تعرف شو استغفر ليل نهار؟ انا بديش اقول لك انا بستغفر باليوم 30,000. طيب انا 30,000 استغفار بهاي الصيغة، بس بصوت واطي. يعني بدي ابين لك استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هيك بمسك المسبح هيك، استغفر الله، 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 هيك استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اذا بدي استغفر بدكش تسمعني هيك. انا شفتي عمال تتحرك بالاستغفار اكثر. هذا بيجيب لك الفلوس، وهذا بيجيب لك العرس، وهذا بيجيب لك الملابس، وهذا بيجيب لك الحياة الطيبة، وبيجيب لك السيارات، وبيجيب لك المصاري، وبيجيب لك الهدات، وبيجيب لك الدين، بيجيب لك كل اشي، كل اشي. شوف شو يقول ربنا. اهم اشي انك تصدق. اذا بتصدق ربنا وانه ربنا موجود جل في علاه، طب ليش ما زبطش الا قبلنا؟ لانه بيعرفش هذا اللي انا بدي اعطيك اياته. ما حدا علمه هذا الاشي. كيف انت بتعرفوا يا عم ابو احمد هذا الاشي؟ والله يا عمي عشتوا على حياتي. كان في ورد لشخص، يعني ورد يعني استغفار اعداد عالية، وكنت مبتلى وما فيش معي، والله سدل لي ديني كلياته بهذا الاستغفار. طيب والله هاي انا بحكي من تجربتي. فانت بدك فلوس، وبدك سيارة، وبدك عروس، وبدك كل اشي، امسك هاي المسبحة، بس اطلع لي فوقي ال 15 وال 20 الف استغفار في اليوم. هيك سوف لازم احنا والذين جاهدوا فينا. شوف اسا كيف بده يجي الدين والدنيا. ربنا بيقول الذين جاهدوا فينا، فانت بدك تكثر. مين احسن تروح تشتغل كل عمرك؟ ما في اصحابك واللي اكبر منك او اخوتك بيشتغلوا فيش، صح؟ ابوك بيشتغل فيش، صح؟ طب انت ابدا المشوار جميل انك تمسك المسبحه وتستغفر. والله غير تسبق الكل، غير تسبق في المصاري بالفلوس وبالدين. ورايح ليش الدين؟ لانك انت شاطر؟ لا، لانه الله اللي بيفتح الابواب، والله اللي بيغلق الابواب، والله الامر كله بيده. فانت عندما صدقت انه هاي الايه صح اللي هي بتقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. كيف بتيجي البنين؟ نتجوز؟ لا، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهار. يعني بتصير عندك حياه كلها رغد برغد. بس ايش تسوي؟ قلت استغفر ربكم. ما حداش عرف قديش يا عمي يستغفروا. انا بال 2015 اخذت هذا الورد واستغفرت 30,000 مره في اليوم. انت اكثر، لانه كان في قصه لواحد اخر. هذا الاخر كان يستغفر بالليل وبالنهار، صار مليونير، والله مليونير. والزلمه صار على دين لانه عرف منين اجت المصاري. عرف انه الفلوس اجا من عند ربه بسبب الاستغفار، فالله بيفتح لك بعدين افاق بالدين كمان، فبتصير تحب الدين، بتصير ربنا بيفتح لك. رب انت ولا اشي. لما هذا القلب يا عمي بنجلي، لانه هذا القلب من كتر الدنيا، حب الدنيا والشهوات، لانه ربنا هيك بقول من كان هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. شو يعني؟ يعني صار بده سيارة، بده زوجة، وبده فلوس، وشايف كل الناس معاه الا هو معوش، لانه كان هم الدنيا. فبالاستغفار الله لا بأخذك، الاستغفار الله بأخذك. افهم كيف؟ انت بس شو اسوي يا عم محمد؟ امسك هاي وضلك استغفر الله، ليل نهار، ليل نهار.
بنتوب الى الله من الذنوب عشان نستعجل اكثر بانه الله يعطينا، بنوقف الذنوب. بينفعش يعني احنا يعني كل الوقت نستغفر وفيلم اباحي شغال. بدك مصاري، بدك حياه طيبه، اصبر شوي صغيره. والله 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 لا يعطيك فتح عليك فتح. الله اللي قال، انا اللي قلت. شوف هاي الاشياء اللي انت بنفسك مش قادر تطولها، شو بقول عنها ربنا؟ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني انت بدك شو بتتعذب فيه مش قادر تصله، بدك سياره مش قادر تصلها، بدك تعمر مش قادر تصلها، من الناس كلها بتتجوز وانت مش قادر، بدكوا فلوس، حالتكوا ريقه، حالتكوا تعبانه. فهذا اسمه عذاب. في الاستغفار فيش شيء اسمه عذاب في الاستغفار، فيه حياة طيبة في الاستغفار، فيه الفلوس في الاستغفار، هو مفتاح خزائن المولى عز وجل. فهمنا؟ والرسول عليه السلام شو بيقول؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق متضايق مخرجا ومن كل هم مهموم، بدي اتجوز، بدي فلوس، بدي سيارة، بدي حياة طيبة، بدي اتعلم، بدي اتخرج، بدي اصير دكتور، جعل الله من كل هم فرجا ورزقه. شوف الرزق مش بس فلوس، كل اشي، سيارات وعقارات وعلم وفهم واولاد وكل، ورزقه من حيث لا يحتسب. خلاص انت شو اساوي يا عم محمد؟ مسك المسبحة. والله قول لو بضلني كل العمر استغفر، فهي ايات قالها عم محمد وانا عشتها، ما بنظر لك، ما حدا قال لك اياته هذا الكلام، بس انا عشته. انت استغفر، ضلك استغفر. انا بوصل 30,000 مرة في اليوم، والله بيفتح لك وين تروح. فانت ان وصلت اليوم 5000 جميل، بكره 6000، الا ورا 7000. كيف استغفر يا ابن محمد؟ خلص بقلبك هيك، مش بقلبك، لسانك بده يتحرك، لسانك شفتيك بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس بصوت واطي هيك عشان تكثر. عشان ايش؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بتصير مليونير، حياتك طيبه، انت مع الله. وعرفت انت منين اجت الفلوس، هذا الجمال. تعرف وكأنك انت بتعبي بحسابك فلوس، استغفر الله. بس ايش اعتقد انه الله بده يفتح لك كل اشي وانت عارف منين اجى. بكره بتعلق، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فانا عشت هاي الآية. 30,000 استغفار لمدة 6 أشهر حتى الله أمطر السماء. يا عمي أمطر السماء، والله أمطر السماء وجاء بالمال وقضى الدين وكل شيء والله. فأنت اقبل على الله، وللأم وللأبو وللأخو ولكل واحد. والله الاستغفار حبل نجاتك. عجل الأمر، بتوب إلى الله واستغفر الله، والله بيعطيك كل شيء. إلا قبلك فاتوا يعبدوا الله بدهن الفلوس، بس ما يعرفوش كيف يجيبوه. عبدوا ما فيش شيء، ما كان ما اعطاهن شيء، ما فيش شيء، لان كانوا يعبدوا الله كيف بدهن، وبدهن شغله معينه فما اعطاهن. هسه انت بتعرف انه الاستغفار بياتي بالمال، بياتي بالرزق، بياتي بالعروس، بياتي بالعريس اذا انت بدك عريس، وبياتي بالناس الطيبه حواليك تكون، البيئه الطيبه. والله بيفتح عليك تقرا قران او سوره البقره او الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيفتح كل المغاليق. اسمه مفتاح المغاليق الاستغفار. بس قديش يا عم ابو احمد؟ آلاف. سويت اليوم 3000، بكره 4000، بعد اسبوع 5000، بعد بكره 10000. قديش بتزيد وكأنك عمال انت تشتغل ساعات اضافيه في عليها فلوس. مره واحده الله بيفتح لك المزرعه، يا انه الله بيفتح لك شغل، يا انه الله بيجيب لك اياه تدريجيا، افاق، علم، فهم، شوي شوي الامور كلها ما بتشعر الا انت خلال اشهر، شهرين، 4 هيك شوي الامور بلش. اصبر، وهذا وعد الله الحق، والله انه حق والله. بس بيبتلي شوي هيك، ربنا يشوفنا احنا مصدقين هذا الكلام ولا جايين اول يوم يا عم ابو احمد امبارح استغفرت 6000 ما فيش شيء. لا مش هيك، صدق، لما بتصدق بيعطيك. هنا ننهي هذا الفيديو. هنيئا للمستغفرين. نعم والله هاي الأمة لو انها شرعت في الاستغفار لا يرفع الله الغمة عنها بأقل من شهر، لا يقلب الموازين الله في أقل من شهر، لا يهيئ لها أمر رشد. والله بالاستغفار. انت يا أخي في البيت، كل واحد في بيته الزم الاستغفار. انت اقعد في البيت هيك، بس هيك جميل انك تقعد هيك مع حالك، طبعا مع الله فيش حاجة تستحضر لا ذنب ولا اشي، بس انه لانه الاعداد كبيره الا ما تجلس مع بعض، جميل انك تستحضر هيك عظمه الله، هيك تغمض عينيك وتساوي هيك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتروح هيك تروح تسرح في عظمه الله. جميل هيك، جميل هيك دمعتين على الذنوب اللي سويناها،
جميل، مش انه يعني اجباري بس. استغفر. ضلك لسانك رطب بذكر الله. بدي انهي الفيديو عشان ما يطولش، بكفي 11 دقيقة. والله اني لكم ناصح امين. والله احسن لك من كل شغلك. انت اشتغل، بس لكن خلال شغلك وربة البيت وخلال شغلك استغفر الله كله بينجلي، كله بصير جميل، وانت الله بيسوقكم دنيا ودين، كل شيء بتاخذوه. نعم، نتوب الى الله ونستغفر. استغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسأل الله العلي العظيم ان ينفعكم في هذا الفيديو، وصدقوا والله انها حياة طيبة كريمة جدا 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 جدا. لا يمكن انكم تنعموا بحياة اجمل منها بدون الاستغفار، بس مع الاستغفار. نعم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. لمين هاي؟ للمستغفرين. الرزاق للمستغفرين. لا يعذبون المستغفرين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في اخر يعني عندما تلقى الله: هنيئا لمن وجد في صحيفته كثيرا من الاستغفار.